اهلا بيك. في الفيديو ده انا جمعت لك كل الحلول الممكنه اللي تقدر تعملها في مواجهه الغلا، ودي حلول حقيقيه وممكن تنفذها على ارض الواقع، مش مجرد كلام وخلاص. بس لازم تتقبل كلامي عشان انا مش هجامل وهتكلم بكل صراحه. فلو انت عندك استعداد بجد ان انت تعرف ازاي تواجه الغلا بتاع الاسعار ده، كمل الفيديو للاخر وصدقني هتستفاد جدا منه. اهم حاجه تكون من جواك فعلا عايز تتغير وعايز ان انت تعمل حاجه. في البداية أحب أعرفك بقناة اللمبة، واللي هدفها إن هي تنور طريقك وتنور عقلك. وفكرة القناة إن هي تديك معلومات تساعدك على إن أنت تغير حياتك عن طريق أساليب مختلفة، سواء معلومات هتستفاد بيها أو تلخيص للكتب أو في المستقبل كورسات تساعدك. لو عجبتك فكرة القناة اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. إزاي بدأت الفلوس؟ في البداية لازم نعرف إزاي بدأت فكرة الفلوس أصلاً. كلنا عارفين ان زمان كانوا معتمدين على التبادل في التجارة، ان انت تاخد مني سلعة وانا اخد منك سلعة. بس بعد كده بدأوا ان هم عملوا عملات، عشان طبعا في فرق بين السلع والسلع في السعر، عشان يقدروا يقيموا كل سلعة. فكانت في عملات فضية وذهبية وبرونزية ونحاسية وانواع كتير، لحد ما وصلت لينا العملة بالشكل الحالي اللي احنا نعرفه دلوقتي. فلما بدأوا يتعاملوا بالعملة الورقية دي، خلوا في قيمة ثابتة ليها، وهي بتبقى عن طريق كمية الذهب اللي موجودة عندك في البلد. وطبعا بعد كده الدولار لعب لعبه كده وموضوع كبير، انا مش هقدر ان انا اشرحه لك لانه يطول شرحه. بس قدر ان هو يلعب على الدول علشان يخليهم بدل ما هم بيستخدموا الذهب يستخدموا الدولار كاحتياطي نقدي. ومن هنا بدأت المشاكل. علشان تحل اي مشكله لازم ان انت تعرف ايه هي المشكله عشان تقدر ان انت تلاقي لها حلول. والمشكلة هنا يا صديقي مش هي غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار. المشكلة الحقيقية هو احنا ليه أصلا وصلنا لده، وده ليه أسبابه. خلينا إن أنا أجزأهم لك لقسمين، جزء على الدولة وجزء علينا احنا. الجزء اللي على الدولة إن هم استلفوا كتير من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي دايما بيحط شروط علشان يخليك ترفع الدعم عن المواطن. فبدأ الدعم يتشال واحدة واحدة من على السلع علشان توصل لنا بأسعار حقيقية ليها. ففي حاجات كتير ابتدى ان هو يغلى سعرها. بالاضافه على كده ان فلوس النقد الدولي اللي احنا خدناها بدأنا نعمل بيها العاصمه الاداريه وكباري وحاجات ملهاش اي 60 لازمه. بالمقابل انت كنت ممكن ان انت تعمل مشاريع اكبر من كده، بحيث ان انت تشغل الشباب فيها، انك تبني مصانع او شركات تقدر ان انت تنتج اشياء تبيعها، وبعد كده تقدر تستفيد من فلوسها وتقدر تعمل بيها عاصمه اداريه. فمشكلتك يا صديقي ان انت ما بقاش عندك يعتبر ناتج محلي بتقدر تعمله، واغلبيه الحاجه اللي انت بتاخدها مستورده، وده بيقلل من قيمه العمله بتاعتك. نيجي بقى للجزئيه الثانيه وهي الخاصه بالناس. مشكله بقى الناس يا صديقي تتلخص في كام نقطه كده. اول حاجه جشع التجار، وان كل واحد يعتبر عايز يحط ايده في جيب اللي جنبه ويكبش منها كل الفلوس اللي معاه، بس ما تكونش بطريقه مباشره. فلو انت مشتري الحاجه بجنيه فانت عايز تبيعها ب10 جنيه علشان تقول ان الحاجه كده كده بتغلى، وده استغلال للازمات، ودي حاجه غير اخلاقيه. انا متاكد وواثق ان الشعب ده لسه فيه بذره كويسه جواه، بس مشكلتنا في خوفنا من المواجهه. مشكلتنا في خوفنا في احنا هنعمل ايه لو بكره جه واحنا معناش فلوس، ونسينا الرب العباد اللي لما كان الدولار بجنيه زي ما كان الدولار ب10 زي ما هو هيكون ب100. بقينا نحترم بعض ونخاف من بعض ونيجي على بعض، وفي الاخر نسينا ربنا اللي خلقنا كلنا، وان رزقك هيجيلك لحد عندك مش هينقصك منه شيء. وكلنا بقينا بندور حوالين الجنيه وحوالين احنا عايزين الجنيه، وخايفين من المستقبل وعايزين نأمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا، مع ان انت ممكن ما تكونش في المستقبل ده اصلا، واي ثروة ممكن تسيبها ولادك يضيعوها. طبيعي جدا وسهل يتعمل. فصدقني يا صديقي ان العيب فينا زي ما العيب في الدولة. احنا الاتنين بقينا على نفس القدر من التساوي، لاننا بقينا نشوف ان اللي بيعمل غلط احنا لو عملنا الغلط زيه بنقول ما هو ده كمان بيعمل غلط. بدل ما نبدأ نصلح من نفسنا بقينا نبوظ للي بايظين. صدقني يا صديقي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانت محتاج انك تغير نفسك وتغير اللي جواك. وزي ما قلت لك المشكلة من الموضوع، انا قلت لك ان النهاردة انا جايب لك كل الحلول المتاحة. اول حاجة في الحلول دي ان احنا نرجع لطريق ربنا، وصدقني حياتك هتتغير 360 درجة. وده انا بقول لك عن تجربة شخصية ليا. وفي وقت من الاوقات انا كنت خايف ان انا اغير شغلي لمجرد بس ان كان مرتبه اعلى من المرتب اللي انا هاخده في الشغل الجديد. بس لما استخرت ربنا قدرت ان انا اكون مبسوط او ان انا مرتاح للشغل ده.
وصدقني لما رحت، حتى لما المرتب كان اقل بكتير من المرتب اللي انا باخده، المرتب بيكفيني وكويس جدا معايا. وده اللي بيتسمى البركة يا صديقي. وما تنساش مقولة ربنا: فمن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشرها يوم القيامة أعمى. فأي حاجة هتلهيك عن ذكر ربنا مش هيخلي ليك إلا الخوف اللي جواك ده، الخوف من المستقبل والخوف من اللي جاي. وحتى لو كان معاك 100 مليون أو 100 مليار، مش هتبقى من جواك قادر إن أنت تحس بالأمان، وخايف إن هما يروحوا منك في أي وقت. وده بسبب عدم ذكرك لله وقلة إيمانك بيه. وتاني حاجة معانا إننا لازم إن احنا كلنا نبقى إيد واحدة ونتكاتف مع بعض. على قد ما البياعين يقدروا إن هم يظبطوا الأسعار علشان المواطنين الغلابة يقدروا إن هم يعيشوا، على قد ما انت لو معاك فائض ابدأ ان انت اتبرع لله، وشوف اي حد محتاج مثلا اكل شرب حاجات من دي، هاتها له ووديها له. تحت بيتك السوبر ماركت لو في حد عليه فلوس ادفعها، لو في الصيدلية حد عليه فلوس ادفعها، وكتر من زكاتك. والله دي حلول عملية ومجربة لناس كتير، وانا واحد من الناس دي. تالت حاجة معانا، وهو انت لازم تعرف ان في الوقت الحالي لو انت شغلك ما بيكفكش في الفلوس، فانت لازم تعمل حاجة من اتنين: يا اما تدور على شغل تاني جنب شغلك علشان تقدر ان انت توفي مصاريفك، او انك تتعلم مهارة جديدة وتشتغل بيها فريلانسر. وهقولك دلوقتي على كم مهارة انت تقدر تتعلمهم ومهمين. نبدأ بالمهارات اللي انت صعب تتعلمها بس فلوسها كتيرة لو اتعلمتها. اول حاجة البرمجة، تاني حاجة التسويق الالكتروني، تالت حاجة اللغات، رابع حاجة الموشن جرافيك، خامس حاجة الجرافيك ديزاين. نيجي بقى لمهارات تانية سهل ان انت تتعلمها شوية عن المهارات دي. اول حاجة كتابة المحتوى، تاني حاجة المونتاج، تالت حاجة الفوتوشوب، رابع حاجة الفويس اوفر. ابدأ ان انت خبط فيهم كلهم وشوف ايه المهارة اللي انت هتبقى دماغك ماشية فيها وحاسس ان انت بتستمتع وانت بتتعلمها، وكملها للآخر لحد ما توصل لمستوى احترافي وتبدأ ان انت تشتغل بيه. وصدقني لو كل يوم ساعة من وقتك هتقدر ان انت تتعلم المهارة في خلال حوالي 3 شهور بس. ومش بعيد في يوم من الايام مهارة من دول تشغلك في شركة بمرتب محترم، وتقدر ان انت تشتغل شغلانة واحدة بس، او ان انت تشتغل فريلانسر وبعد كده تسيب شغلك التاني خالص وتبقى فريلانسر بس. اتمنى ان الازمة دي تعدي على خير، واتمنى ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نعدي الازمة دي مع بعض. واتمنى ان ربنا يوسع عليكم رزقكم ويرزقكم بالحلال يا رب، وتحققوا كل احلامكم. كل اللينكات الخاصة بيا سواء فيسبوك او انستجرام او تيك توك موجودين تحت في الديسكريبشن، وموجود كمان لينك جروب الفيس بتاعنا تقدر تشارك معانا فيه، علشان ان شاء الله هنعمل فيه افكار كتير مع بعض نساعد بيها على ان احنا نتغير. وما تنساش اللايك والسبسكرايب، لا يضر بالصحة ولا يسبب الوفاة. انا معكم عادل من قناة اللمبة، واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.